نحمل الآن بين يدي أقدس وأفخم نص تشريعي مر في سجل التشريع الوطني. ماذا في تفاصيل هذا النص القانوني الذي وصفه النائب الجزائري زكريا بالخير بالأقدس والأفخم؟ فصل جديد من فصول المواجهة الجزائرية الفرنسية. الجزائر تناقش مشروعا لتجريم الاستعمار وإلزام فرنسا بتقديم اعتذار رسمي، فهل تخضع فرنسا للضغوط الجزائرية المتصاعدة؟ القانون الذي ظل معطلا منذ عام 1984 يطرح الآن من جديد على الساحة. قانون تجريم الاستعمار يعاد إحياؤه في ذروة تأزم العلاقات السياسية بين الجزائر وباريس خلال المرحلة الحالية. جريمة دولة مكتملة الأركان، هكذا يصف القانون الجزائري رسمياً أفعال الدولة الفرنسية خلال الاستعمار في القانون المعروض حالياً على البرلمان. ولكن ماذا يريد هذا القانون تحديداً؟ المادة 8 تشكل محور النص. تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية الكاملة عن ماضيها الاستعماري داخل الجزائر، وهذا مجرد البداية في مسار المواجهة، فبشائر المواجهة تبدو واضحة. تلتزم الدولة الجزائرية بالسعي القانوني بكل الوسائل القضائية المتاحة لضمان الاعتذار الرسمي من فرنسا والتعويض الشامل والكامل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية. اعتذار رسمي وتعويض مالي مباشر. ولكن ما الجرائم المطلوب من فرنسا الاعتراف بها رسمياً؟ قتل السكان المدنيين خلال فترة الاستعمار، التعذيب الوحشي داخل مراكز الاحتجاز، التمييز العنصري الممارس بشكل ممنهج، الاغتصاب الممنهج للمدنيين، الاستعباد الجنسي القسري، وكلها جرائم لا تسقط بالتقادم، ويبدو أن المطاردة القانونية مستمرة. القانون يلزم الدولة الجزائرية رسمياً بمطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعياً حتى اليوم، وتسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية وحقول الألغام. كلها مطالب تجاهلتها فرنسا طويلاً، ولكن الإصرار الجزائري الآن مختلف. فهل تنجح الجزائر فعلياً في تحصين السيادة الوطنية من محاولات التزييف التاريخي؟ التلفزيون العربي.